تعالوا حتى حلوة. شو تقول للناس؟ تعالوا حتى. تعالوا حتى. صح كوتية كل يوم شتان في حتى. شو تقولون للي ما حتى؟ خسران. خسران؟ اي نعم. شو تقول للناس اللي ما حتى؟ الله يعينكم. ليش؟ من وسط بحيرة ليم، من قلب حتى، هني أول يوم لفعالية شتانة في حتى. في بحيرة ليم توافد الناس من كل أنحاء الإمارات لحضور أول يوم لمهرجان شتانة في حتى، حيث تواجد الكبار والصغار وجميع أطياف المجتمع للاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة. شفت قاعد تصور صورة حلوة يا أخي؟ صور أنت؟ أكيد، احنا من الناس المصورين لين دبي ودار الحي. شو رايك في المكان؟ والله جميل جدا، احنا كل سنه نجيها، هذه السنه الثانيه، يعني السنه الماضيه جيناها وزرناها شتانة في حتى. شو رايك في المهرجان؟ المهرجان طبعا هذه السنة الثانية في مدينة حتى، وطبعا احنا ننتظره من سنة لسنة، وان شاء الله السنوات القادمة بإذن الله نكون مشاركين. اخونا مانع الجابري من سلطنة عمان الشقيقة ومتواجد في اول يوم، شو رايك في المكان؟ والله اول شيء ما شاء الله، احب ابارك لكم على هذا المكان الطيب الجميل صراحه. جاتني دعوه من اخوي ابو عمر، تعال احضر وشوف، وما شاء الله شيء جميل ومرتب. نرفع لكم القبه على هذا المكان الجميل. يا سلام، تي عشان المندوس؟ ايه. ها بتربح يعني؟ يمكن. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله، الله يوفقك يا رب. امين. هاي رساله لعبد الله اسماعيل. الله الريال يبغى يربح، وانت كيفك عاد؟ شو رايكم في مهرجان شتاء حتى؟ الصراحة هاي المرة الثانية أنا أزورهم، يعني السنة اللي طافت وايد استانسنا. والسنة؟ ما نستانس أكثر. مهرجان طيب، ومهرجان فيه يعني تتعدد الفعاليات، وهذا شيء طيب والله إن نحن نشوف هذا في بلادنا. شو الشيء اللي جذبك فيه حتى؟ الهدوء والطبيعة ومنظر الجبال، خصوصا في منطقة وادي هب. حتى وادي هب الاكتيفيتيز تحفة. شو رايك في منطقة حتى؟ جميلة جدا. دوم تزورها كل شتاء؟ لا والله مو دائما ازورها، بس الفترة اللي زرتها الأخيرة هاي والأجواء هذه صراحة جميلة جدا جدا جدا. مثل ما شفتوا وسمعتوا آراء الناس عن مهرجان شتانة في حتى، أجواء جميلة وباردة ومنعشة وخفيفة على القلب. شو تريون؟ حياكم الله في حتى.